بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا اللي كنت معاكم المرة اللي فاتت الفلسطيني. والحمد لله ربي ما خيبش دعائي. وربح المغرب وعن جدارة واستحقاق. وأي واحد بشكك في جدارة المنتخب مع احترامي راح يكون يعني هو مش كتير بفهم في كرة القدم، لأنه لعب خطة دفاعية رائعة 100%، ونجح فيها والحمد لله ربنا وفقهم. وان شاء الله المباراة الجاية بإذن الله تعالى، ان شاء الله بإذن الله راح نربح. وانا اتوقع النتيجة راح تكون يا 2-0 يا 3-1، والله اعلم. وببارك للشعب المغربي كله، ومهما اوصف لكم فرحتي وفرحة اهلي في فلسطين لو تشوفوها راح تعرفوا كيف احنا بنحبكم. و برجع وبحكي كلمة حكيتها، انه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعائنا كلنا لازم يكون مع المنتخب، لانه احنا المجهود بيكون عليك لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله رابحين هذا، وان شاء الله رح نوصل للنهائي، وان شاء الله رح ناخذ الكاس، ورح تتذكروا كلامي، ورح نفرح مع بعض، والله يفرحكم دائما. وخلوا دائما فلسطين في قلبكم، لانه انتم كمان في قلبنا. الله يجمعنا دائما على الخير وعلى المحبة ان شاء الله.